عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم صينيه كفته. معايا لحمه مفرومه، ومعايا خضار هنا اللي هو فلفل رومي، 4 بصلات، 2 جزره. كل الخضار دوت انا نضفته وغسلته كويس. معايا توابل فلفل اسمر وملح. هي دي التوابل اللي هنضيفها على الكفته. اول حاجه احنا هناخد الخضار دوت هنقطعه، وبعدين هنحطه في الكبه عشان نضربه. هبقى اوريه لكم دلوقتي بعد ما اقطعه. قطعت الجزر بالشكل دوت وهعمله في الكبه. هو اول حاجه نعم معايا كويس، ولازم تنعميه يعني كويس الجزر. هنضيف بقى البصل، قطعته برده قطع صغيره كده وهضيفه عليه، هضربه معاه. خلاص انا ضربت البصل، وكمان قطع الفلفل الرومي. لو عندك فلفل الوان وحابه تضيفيه ممكن. بس اهوت انا خلصت البصل والجزر والفلفل. هبدا اضيفهم بقى على اللحمه. هضيف عليهم الملح والفلفل، معلقه فلفل اسمر، الملح حسب بقى المذاق بتاعك. هبدا بقى ادعك الخضار دوت مع اللحمه لحد ما اسمغه معاها كده وما يبقاش باين فيها. اللحمه خلاص اهي بقت جاهزه معايا، انا دعكتها كويس والخضار كله ما بقاش باين اهوت. سمغتها. جبت صينيه هنا وحطيت فيها معلقتين زيت، وهبدا اعمل بقى صوابع الكفته. لو حابه تعمليها همبرجر ممكن تعمليها في الخطوه ديت يعني. بس بدل ما تعمليها صوابع بتعمليها راس الهمبرجر، وتحطيها في التلاجة شويه لحد ما تتماسك، وبعدين بتبداي تحمريها. اهو بيبقى كده الصباع بالشكل ده. هضيفه هنا. وطريقه اللحمه بالخضار ديت بتديني كميه لحمه مفرومه كبيره، وبتبقى موفره او طريقه اقتصاديه. هكمل بقيه المقدار واوريها. خلاص صبعت الكفته اهيت بالشكل دوت، ادتني كميه كبيره اهي ما شاء الله. هحطها في الفرن، بس هكون مسخنه الفرن على اعلى درجه. بحطها الاول على الصاجه لحد ما تنزل ميتها فوق على الشبكه عشان تكمل تسويتها وتاخد لون. الكفته خلاص اهي خلصت معايا بالشكل دوت، وانا هقدمها مع رز بالشعريه. وبالهنا والشفا، واتمنى الوصفه دي تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. بالهنا والشفا.